أن يكون كل شيء هو هذاك. اوكي، لان عرفتي شقلبتش، بدلت، وليت دابا غادي نولي واقيلا من هنا قدام نصور بكاميرا and this is the phone. هذا هو باش كنت كنصور. اوكي، نتمنى ما تخيبليش هاد الكاميرا الظن. المهم نجربها لي اول مره. I'm here again. دابا الاخيب حاجه في صناعه المحتوى هو فاش كتغبر، فهمتي، فاش كدوز واحد البيريود ديال الغبره وكترجع، فهمتي. وانا تقريبا شي 20 يوم وانا واقف على هاد التشيل تاكس اللي كنديرو هاد اللعيبات، وصراحه كيريحوني، فهمتي. المهم توقفت لبعض الاسباب شخصيه، فهمتي. نقدر نقولوا واحد السويتش، فهمتي، باش نفوكسي على المسائل الشخصيه ديالي وداك الشيء ديال سميتو كنقصد ديريكتومون دراسه، فهمتي. حيت كان سميتو دابا شتي كتبدا تمشي لك الهضره يا صاحبي، صعيب عرفتي فاش كتوقف وكتعاود ترجع، خصك تبقى تسنى داك ستريس، فهمتي، يمشي وكذا، فهمتي. المهم درت واحد سويتش لا بوز. اوكي، واحد بوز هذا تما نسالي بعض البلان ديالي، امتحانات شخصيه. اوكي، هذا هو البلان فقط. المهم غادي نحاول نصبر على هاد الستريس هذا ديال البدايه، باش كتعاود ترجع عاوتاني تعاود تصاوب فيديو وكذا، وتعاود تصبر على داك شويه العذاب المونتاج. اوكي، let's take our position ونبداو الفيديو ديالنا العزيز. لانني حقا توحشت هاد البلانات هادو، توحشت انني نصور فيديو ونمونطيه، واخا غير 20 يوم، ولكن جاتني مده طويله لدرجه اني وصلت لواحد الاحساس ديال خيبه الامل، وليت نيجاتيف اكثر من القياس. انا اصلا كاع بحال كسي 90% من الحياه ديالي تقريبا كتكون نيجاتيف. اوكي، كنحاول نقاومها رغم انها على حال تكون جزء مني. اوكي، فيرست، الا ما كنتيش كتعرفني اذا اول مره تشوفني، ديسيز خالد. كندير بعض المقاطع فيديوهات اللي عباره على ما عندهمش حتى شي هدف واحد، هو تشيلي. اوكي، انني نجلس ندوي وكناخد شي سابجيكت ندوي عليه بطريقتي، ولكن بواحد الطريقه دي تشيل، ولا قلتي ولا تقدر تقول الهدوء. اوكي، الميديتي مش قضيه ميديتيشن، ولكن تقدر تكون لي باك، ولا بحال قلتي بيفور سليب. اوكي، المهم داكشي يعتبر انت شيء مريح. اوكي، تقدر تنهي به النهار ديالك. فكندير هاد اللعيبه هادي لمصلحتي انا الاول، عاد المصلحات اللي كيتفرجوا فيها. اوكي، باش نرتاح نفسيا، ومنها نريح معايا بنادم اللي كيفكر في شي حاجه ماشي هي ديك، اوكي، ولا باغي الراي ديالي في شي حاجه. this is حنا دابا غير بادين، فهمتي. بالنسبه للجانب المادي شيء اخر. اوكي، نفكروا فيه من بعد. اوكي، استسمح حقا لهاد الستريس دابا اللي فيا، لانه شيء طبيعي. المهم نصيحتي لاي واحد انا باغي يبدا هادشي، يحاول ما يبداش يتعطل. اوكي، لان التعطل كيردك بحال غادي تعاود من البدايه. تفادى البلان هذا. و that's it. thanks for your time، حيت صبرتي. اوكي، حلقتنا اليوم غادي تكون على الموضوع. يا ربي يكون الصوت مسموع، حيت ما مستعملش المايك هذا النهار هذا، مستعمل غير المايك ديال الكاميرا. يا ربي يكون هو هذاك. موضوعنا اليوم هو حول ديك الحادثه ديال اللي طرات في امريكا، ديك الظاهره اللي طرات في كاليفورنيا بالضبط، فاش تم الاحتراق ديال بحال قلتي واحد الحي بالكامل، ولا واحد البارتيه من ولايه كاليفورنيا في امريكا. بغيت نعطي رايي في البلان هذا،
ولكن كما كتعرفوني انا ما غاديش نحد في الموضوع وصافي وغنعطي رايي وصافي. ولكن هناك بعض الاشياء التي بغيت نوضحها لبنادم على هذا الموضوع هذا ديال الحادثه اللي طرات في امريكا. لان حقا ما فهمتي كتشوف التسعيه كتقول خصك تقول الراي ديالك وكيفاش كتشوف البلان وكيفاش كتشوف الاشياء. نوع الانسان اصلا اللي كيميل لك الجانب ديال الجانب بحال كنتي كنبغي ندوي على داكشي اللي ميتافيزيقي وكذا كما كتشوف فلاشي دوك المواضيع اللي كتحتاج بعض التعمق ولا المهم داكشي متعلق تقدر تقول متعلق بالفلسفه وصافي. اوكي سو اول حاجه بعدا هي ديال داكشي اللي كنسمعوا على ان بنادم كيقول ان الظواهر الطبيعيه وعلى الحاجه اللي جات لبنادم في امريكا ولا جات ضربات امريكا ولا ديك الطائره ديال الحريق ضربات امريكا حيتاش هما امريكيين ولا حيتاش هما نصارى ولا حيتاش هما بالضبط واحد النوع الناس في العالم و واحد النوع الناس اللي بحال هكا شتي كفار صافي داكشي جاهم عقاب من الاله وكذا فهمتي. يعني داكشي كيكون كيحاولوا يعلقوا الحدث بالانسان ولا بالجنسيه ديال الانسان ولا الاصل ديالو ولا الديانه ديالو ولا شنو هو. اوكي فهك كيشوفوها البعض عندنا هنايا ولا في جل العالم. بنادم كيشوف هذه القضيه كانها واحد العقاب الهي لامريكا بالضبط وفي كاليفورنيا بالضبط وفي ديك البلاصه فين طراس بالضبط في كاليفورنيا. يعني انت هنايا بحال كتحاول بحال كتخرمق القوانين فهمتي بحال كتضرب شي بشي وغيداوي. اوكي ما يمكنش تربط هذا الشيء بالضبط مع البلان اللي طرا في امريكا. لان في هذه اللحظه فين كندوي كيوقعوا كوارث طبيعيه اخرين في دول اخرين. اوكي اللي ما عندهم علاقه اللي ما عندهم علاقه اصلا بانهم عندهم صفه خايبه ولا كيظلموا. اوكي كون كان العقاب بصح كيتعاطى اللي ظلم غتشوف راه بلا ما نشرح غادي تشوف هذاك النيت اللي ظلم هو اللي غادي يتعاقب نيت في البلاصه فهمتي يطيح عليه شي نايزورك بدون الكثير من التعاود. اوكي فهذا هذه هي الفكره ديالتي الاولى في هذا البلان اللي طرا. ماشي ضروري انك تفسر هكا كواحد العقاب الهي حقا لانك انت بحال كترجع للعهد الجاهلي ماشي الجاهلي عهد نقدروا نقولوا الجاهليه في نفس الوقت ونعاودوا نقولوا عهد الانبياء ولا ديك الوقيته فين كانوا الانبياء كيدرسلوا تما كانت الوقيته بحال قلتي الاله زعما كان كيعاقب. اوكي كيعاقب علاش لانها حاله هذيك حاله ديال ارسال الانبياء. نقدر نبان لك ندخل ونخرج في الهضره هادشي انا اللي باغي هذا هو الشرف ديالي هو ندخل ونخرج في الهضره اللي هم ماشي بالضروره نوصف راسي انني كنقول شي حاجه في شكل اوكي ولا صحيحه بالضبط ولا خصك ترضي عليا باش نتسمى انني قلت اوكي ولا انني دويت. بل انا كنشرح الحوايج على المنطق ديالي واخا نكون في هذا البيريود هذه واخا مازال ما ضرب 90 عام فانا كنشرحهم في هذا الوقيته كما بغيت انا. اوكي العقاب الالهي كان في السنوات ديال الانبياء فاش كانوا الرسائل الرسل كيترسلوا والانبياء لغرض ما. اوكي لغرض ما باش يحاولوا يردوا القوم للطريق الصحيح ويهديهم للدين الحقيقي. اوكي ويوريهم طريقة الدين الحقيقي. اوكي فهذا الشيء تحبس مع
اخر نبي له هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ف فما نقدروش فمن هذا البيريود هذه بالضبط ما بقاتش ديك اللعبه ديال انك تفسر واحد الحدث على انه حقا يقابل لواحد القوم بالضبط. اوكي، ما بقاش هادشي عنده واحد التفسير بسهوله على انه واحد يقع، بل عنده بعد اكثر من هادشي. اوكي، ماشي بعد اكثر من هادشي، ولكن عنده تفسير واحد اللي هو داكشي متعلق بالارض، كيفاش ولا الضوء ولا طبيعه الارض شنو كيوقع فيها. اوكي، الى ربور كان في واحد البلاصه بالضبط. هذا لا يعني ان هادشي متعلق بدول اخرين. اوكي، لا مثلا هادشي متعلق بواحد الدوله بالضبط، بل لا، هادشي جاي من اول شيء طرا اللي هو داكشي طرا لتحت. اوكي، تحت الارض باش يعطينا واحد الفوران في واحد السطح معين اللي اصلا ما عندوش معنى بالنسبه للطبيعه. داك السطح الفوقاني ليس له اي معنى لديك الطبيعه اللي ما كيشوفش ان امريكا ولا كيشوف ان المغرب هو واحد المكان اللي خص يضرب فيه ولا عنده معنى حقا، بل كيضرب ولا كيوقع داك الحدث الطبيعي ولا داك الكاتاستروف في واحد البلاصه اعتمادا على الحاله ديال الارض كي دايره وكيفاش وشنو خصو يوقع. اوكي، داكشي متعلق بالجانب الفيزيائي. وإلا سولتي عالم ديال الجيولوجيا علاش كيوقع هاد الزلزال بالضبط في واحد البلاصه بالضبط، هو اللي غادي يقول لك الا كان حريفي علاش طرا ديك البلاصه بواحد التفسير علماني ولا واحد التفسير علمي حقا. خليني من ديك الهضره ديال اوكي. لا يمكن ان ناتي بسهوله ونفسروا هذا البلان اللي طرا في امريكا هذا الحريق هذا باللي راه واحد عقاب. اوكي، ولا واحد عقاب واحد الامه بالضبط. فهمتي؟ يعني بنادم يكون منطقي شويه و اي ثينك هذا هو البلان. هما الافكار اللي عندي. وبلان اخر ديال بنادم اللي كيتشفى. اوكي، يعني كيشوف ان الناس فقدت ديورها وجههم حريق. اوكي، كاين اللي ما فقد شحال من حاجه عزيزه عليه، كاين اللي فقد مهم بزاف د الحوايج فقدوهم، وكاين واحد النوع كيتشفى. اوكي، بحال عاجبو الحال، بحال كيحس بلي ان هادوك الناس بصح كيتعذبوا حيتاش خصهم يتعذبوا في داك اللحظه بالضبط. اوكي، فاول حاجه خصك تعرفها خونا هذا اللي كيفكر هكا هو ان دوك الناس اللي طرا لهم هذا البلان هذا نص ولا 90% منهم، ولا نقدروا نقولوا الشعب الامريكي كامل نص ولا 70% منه ما عرف والو. يعني كاينين بزاف بريئين. اوكي، البراءه كاينه في كاع الدول. اوكي، كتلقى الشعب ديما ما عارف والو، كتلقى الشعب ما عندوش ديك العلاقه الوطيده بالدوله، لان الشعب بالضبط هو اللي زعما اننا خصنا نجمعوا الدوله مع الشعب مع كل شيء. فهمتي؟ يعني هادو كاملين خايبين وصافي حيتاش هو نصراني وهذا ما خصنيش نفكر في الانسانيه ديالو ولا نوقف معاه ولا كذا. يعني واحد المنطق كاين على جهل الانسان اول حاجه. فهمتي؟ يعني نحبسوها هنا ديال الجهل حقا، لان حيت كون كنعرف وقاري بصح ما كانش غادي يفكر هكا. الانبياء ايضا لم يكونوا ما كانوش كيفكروا بالطريقه. الرسول ما كانش كيدابز مع دوك الناس مع شكون كيتلاقى في الاكسيد اللي عندهم عادات مختلفه وديانات مختلفه. وكيبل يحاول دعوتهم للاسلام بطريقه محترمه وواعيه وعندها واحد المعنى.
اللي كيدل على الوعي حقا اوكي والمعرفة. فما يمكنش انك توصف دولة على انك توصف امريكا كامله بانها كامله كفار وما يسواوش وكذا. يعني كاين ناس ابرياء كما كاين ناس ابرياء في المغرب وفي فلسطين وفي whatever، كاين ناس ابرياء حتى في دول اجنبيه اوكي. امريكا فيها ناس ابرياء ايضا. لا يمكن ما يمكنش تجيب ديك البساطه وتبدا تشفف ناس فقدت بلانتها. كاين كاع بنادم اللي ما عارف والو، كاين اللي ما عارفش اصلا واش كاين شي ظلم في العالم، فقط عايش هو والعائله ديالو الصغيره يستمتع اوكي، وما عارفش ان الظلم كاين، ولا ان الدوله ديالو كدير بعض البلانات خايبين لدول اخرين اوكي. فكاين كاع اللي ما كيحملش امريكا وهو امريكي نيت الاصل اوكي. كاين اللي ما عندوش معاها. ما نحاول نكون منطقيين شويه، و ماشي ديما خصك تربط الفلاغ ولا الرايه مع الرايه مع الشعب اوكي. ماشي بالضروره، لان حقا حنا كاملين في هذا العالم هذا امه اللي كتحس بنفس الاحاسيس، وعندنا كاملين خوف وشجاعه، وعندنا كاملين انسانيه، وعندنا كاملين قلب. كاين اللي ما كيعرفش يتعامل كيفاش ولا ما عارفش اوكي. يعني هذاك براسو اللي كيتشفى في الناس فقدت ديورها بسبب حريق، هو براسو في ديك اللحظه لم يعي ذاته، هو اصلا براسو ما عارفش علاش كيتشفى فيهم. هو اعتمد على السبب ديال انهم كفار وما يسواوش اوكي، ولا ينتمون الى وهما سبب كاع المصائب في العالم اوكي. لان حقا اللعيبه ديال كنربطوا الشعوب مع ولا كنربطوا الانسان عامه مع الجنسيه ديالو ولا الاصل ديالو ولا مين هو، ولا بحال قلتي نقدر نقول الاصل ديالو. مثلا ديك اللعيبه ديال اللي كنشوفوا بزاف عندنا في البلاد ديال كيكون واحد شويه الاحتقار الانسان الامازيغي اوكي. بحال هذا غير مثال واحد اوكي، مثال صغير. ما يمكنش تجي بسهوله وتحكم على انسان اخر بواحد الطريقه اللي كتبان لك انت ايزي وتايق في راسك بلي بصح راك كدير واحد الحاجه مزيانه. لا ما يمكنش، لان اي اصلا الا رجعنا للور غادي تلقى دوك الاصول ودوك الحضارات ماشي شي حاجه اللي غنعتمدوا عليها، لاننا لم ناتي من هناك. ما جيناش من الحضارات، ما جيناش من الاصول ديالنا باش نجيو بسهوله ونحكموا على واحد عنده واحد الاصل معين اوكي. نتمنى تفهم هذه الفكره هذه بالضبط. هذا ما كان I think في Chill Talk of Today. أتمنى تكون استمتعتي معايا. عدنا مرة أخرى لهذه الفيديوهات الحمقى أوكي. كنحاول نطور شوية من طريقة الإلقاء والصورة للفيديو أوكي، اللي باش تكون قريبة مزيان كيما أنا باغيها أوكي، وكيما بغيت بصح نبدا نلقى الفيديوهات ديالي. وهادشي ما كيعنيش انني ما غاديش نبقى طبيعي كما بديت اول مره، فقط احاول ان اشارك رايي بكل بساطه. وكل واحد عنده لونغل دي فيديو وصافي فهمت. يعني ما كنفرضش عليك تقبل الراي ديالي، ولا فقط مساله مشاركه وحريه التعبير. وانا متاكد اتفق معايا لانني قلت كلام منطقي حقا اوكي. So thanks for your time, nice to see you again. غادي نحاول ندير فيديو في اقرب وقت عاوتاني، لانني نعوض هذا الشيء اللي ما درتش اوكي. الموضوع الجاي غادي يكون نحاول نخدم عليه شويه، نحاول ناخذ عاوتاني شي حاجه فلسفيه اوكي، او جواب على شي سؤال كيدور. نتمنى تكونوا ارتحتي معي حقا.
وهذا ما كان في حلقتنا اليوم. صو في صوت، نشوفكم تما.